السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهاردة اتقبض على سفاح التجمع. طبعا محدش يعرف ايه هو سفاح التجمع ده كان شخص كان بيقتل الفتيات. لحد دلوقتي اتعرف ان هو قتل 4 بس. الله اعلم، لسه التحقيقات شغالة وهي لسه هيعرفوا كام جثة لسه، يعني الله اعلم. الشخص ده كان اسمه كريم، كان عنده حتى حساب على التيك توك، وكان مشهور، وكان عنده تقريبا نص مليون متابع، وكان محتواه ان هو بيعلم اللغة الانجليزية. يعني شخص مثقف، هو اساسا متخرج من الجامعة الامريكية ومعاه دكتوراه في تعديل السلوك من الجامعة الامريكية. عيلته كانت مسافرة امريكا وحالتهم المادية ميسورة جدا. آه، اتجوز وقعد شوية في امريكا وبعدين رجع مصر، قعد في مصر في التجمع. الناس اللي تعرف مصر كويس عارفة ان التجمع الخامس ده يعني مش من ارقى احياء مصر، هو ارقى احياء مصر عموما يعني. قعد سكن في التجمع الخامس، اشترى شقة هناك وفتح مكان في الشقة دي تقريبا، يعني استديو كده للتاتو. كان بيشرب مخدرات، طبعا واحد بيشرب مخدرات وبيعمل تاتوهات وبيرسم، ومراته كانت شغالة معاه في نفس القصة يعني مش هتوقع منه حاجة كويسة. بس بصراحة كل الناس اللي يعني قالت رأيها فيه، قالت ان هو كان شخص مثقف جدا، مجامل قوي، محترم جدا، ابن ناس قوي في تصرفاته. يعني حد تثق فيه يعني انا لما اشوف حد بالشكل ده اكيد هثق فيه، او على الاقل مش هثق فيه، بس على الاقل هيبقى فيه ارتياح كده في المعامله يعني. المهم يعني ان هو طلق مراته، وما اعرفش بقى هل هو بقى كان عنده عقده بقى من الستات من بعد ما طلق مراته، فبقى يعني يستجلب الفتيات عنده في البيت ويقتلهم. وكان عامل في البيت عنده أوضة عازلة للصوت، غالبا هو عملها علشان يعني لو حد صوت استنجد ما فيش، ما حدش يسمعه. بس كان بيقول ان هو عاملها علشان بيسمع موسيقى وما يحبش حد من الجيران ينزعج، يعني شوف الذوق بقى. ف فكان يعني بيجيب الفتيات ويعذبهم الاول، وكان بيستمتع تقريبا بعذابهم يعني. ما اعرفش ايه حكايه الناس اللي بقت طلعت في المقدر الجديد دي تستمتع بعذاب الاخرين يعني. كان بيعذبهم الاول بعدين يبقى يموتهم. فدي قصته، ولسه التحقيقات شغاله، ولسه ياما في الجراب يحاول، لسه هنعرف اخبار تانية او معلومات جديده. بس كل يعني كل الكلام اللي استوقفني فيه حاجتين اتنين. اولا ان هو عامل دكتوراه اصلا في تعديل السلوك. يعني انت دارس علم نفس، يعني ازاي يبقى معاك دكتوراه في تعديل السلوك وتبقى قاتل؟ دي حاجة مش طبيعية بالنسبة لي، حاساها تناقض يعني. في حاجة تانية، ان هو كل الناس اجمعت ان هو شخص مجامل قوي، طيب قوي، لما كان يزعل حد تاني يوم يجيب له ورد. فدي حاجة، انت قاصد انك تحبب الناس فيك بخداع، ولا انت شخص عندك انفصام في الشخصية، ولا ايه؟ بس بصراحة لما يعني سمعت عن كذا قاتل متسلسل، لقيت فيهم صفات مشتركة. يعني 90% من الناس اللي أنا سمعت عنهم فيهم نفس الصفات، إن هم طيبين قوي ومجاملين قوي وولاد بلد قوي. هم ايه حكاية الطيبة عندهم المفرطة في شخص يكون اصلا سفاح؟ يعني بيستمتع بالعذاب، يستمتع بمنظر الدم، يستمتع بالقتل. منين انت شخص طيب؟ هل انت يعني بتدعي الطيبة، ولا انت شخص عندك انفصام في الشخصيه فعلا؟ بس مش عارفه ليه عندي احساس ان هم مش مرضى نفسيين، لا، ولا عندهم انفصام في الشخصيه. ده غالبا بيبقى انتقام لسبب. هو شخص بيبقى طيب فعلا وكل حاجه، بس في حد عمل معاه حاجه فبينتقم في الناس التانية كلها دي بسبب الشخص ده غالبا. يعني انا مش عارفه، حاساه يعني ده انتقام. بس في حاجه كمان، ان انا اسمع عن معظم السفاحين ان هم كانوا طيبين وودودين وحنينين، ده يخليني ابدا ما اثقش في حد ابدا. وفي حاجه كمان، السفاح كانت الناس اللي بيقتلها بتروح له البيت. يعني منين شخص طيب ومثقف وابن ناس وزي الفل اروح له البيت ليه؟ ليه؟ ده انا بقول اوعى تثق في حد ايا كانت صله معرفتك بيه او صله قرابتك بيه ل 90%. 90% ده رقم كبير في الثقه، فما تثقش في حد ابدا لدرجه 90%. ايا كان زميلك في الشغل، جارك، قريبك. يعني ده الواحدة ما بتثقش في جوزها 90%، بتخلي فيه شوية فكة كده، يعني 85% مثلا، 80، وانت نازل بقى. يعني منين اجيب الثقة الواحد؟ هروح مثلا، هو كانوا بيقولوا ان هو بيعلم لغة انجليزية ومحتواه على التيك توك كان تعليم لغة انجليزية يعني.
طيب الناس بتروح له عشان يديها كورس، اروح لوحدي يديني كورس؟ مش الكورس ده معروف في وسط مجموعه؟ ده اولا. ثانيا اروح لواحد البيت يديني كورس ليه؟ طب ما اخده في مركز او في معهد او في مكان يعني معتمد. ده حاجه. طب رحت له لوحدي، ايه اللي يخليني اثق فيه قوي كده ان هو مش هيقتلك مثلا؟ يعني مثلا مش هيقتلها الناس اللي بيقولوا ان هم كانوا بيروحوا ياخدوا كورس عنده كده. يا ستي انت دماغك ما ودتكيش ابدا، لان هو شخص طيب جدا وعسوله وامور ومش هيقتلك، بس هو راجل وانت بنت. ايه اللي يخليكي تروحي له الشقه عشان تاخدي عنده كورس يعني؟ مش للدرجه دي. الثقه مش ما فيش بني ادم يعني ملاك كده عايش على وش الارض معانا يعني. هتشك في حاجه تانية غير ان هو يقتلك يعني. فدي كانت غلطه كبيره من الستات ولا البنات اللي كانوا بيروحوا له على اساس ان هو يديهم كورس. انا مش عارفه كانت دماغهم فيها ايه، هل فعلا رايحين بنيه الكورس ولا دي حجه ولا ايه؟ ربنا لوحده الاعلم يعني، مش عايزه اشكك في حد حرام يعني. بس ده غباء منهم يعني، وداهم في 60 داهيه، وداهم الاخره. غباء منك انك تثقي في حد كده. ما اروحش الواحد في بيته، انا اروح الواحد في بيته ليه؟ كل السفاحين اللي انا سمعت عنهم كانوا الناس كلها تقول انهم طيبين، ان هو مش ممكن يعمل حاجه زي كده، ده كان بيساعد الناس، ده كان مجامل قوي، ده كان مش عارفه بيعمل ايه. ده معناه انك ما تثقش في اي ان كان الشخص اللي قدامك تصرفاته مريحه، المعامله معاه حلوه وجميله قوي. تعرفوا ان المفروض اثق في الشخص البلطجي اللي ماشي مثلا بسنجه في الشارع ولا بمطوه؟ ليه بقى؟ ان ده واضح، باين عليه كده مجنون، باين عليه هيضرب، باين عليه. انما الشخص بقى الودود قوي الطيب قوي ده اللي انا خاف منه. ومن ساعه ما سمعت بصراحه ان معظم السفاحين كان عندهم نفس الصفات، انا ابتديت اخاف من الناس الكويسه. صحيح مش هتضايق منهم وهتعامل معاهم، بس مش هثق فيهم ولا هم ولا غيرهم بقى، لا كويس ولا وحش هثق فيهم. 100 مره اقول واعيد وازيد يا جماعه، ما بنثقش في حد ثقه عاميه. سوري، الثقه مش بقى هي اللي عاميه، ده انت اللي شخص اعمى. مش الثقه هي اللي عاميه. منين اجيب الثقه؟ ليه صاحبتي اثق فيها قوي وادخلها بيتي وفي الاخر تطلع تاخد جوزها؟ ليه جارتي اخش عندها وتخش عندي وفي الاخر تطلع حاطه عينها على فلوسي ويقتلوني وياخدوا مش عارفه ايه؟ ليه اثق في واحد واروح اخد عنده كورس وفي الاخر يطلع سفاح؟ اثق في واحد مش عارفه ايه وفي الاخر يطلع برضو قاتل؟ عرفتوا الثقه دي مش طبيعيه يا عم. الدار امان؟ مين قالك ان الدار امان؟ انهي دار ده اللي امان؟ ده الناس دلوقتي بقت تقفل بيبانها وشبابيكها حديد يعني، علشان خلاص ما بقاش في ثقه لا في جار ولا في صاحب ولا في قريب حتى. الراجل ما بقاش يثق في مراته يعني نص نص بقى. عايز مثلا يكتب لها حاجه من ممتلكاته، يكتب حاجه بسيطه ويسيب الباقي كله عشان عارف حاسس بالغدر، مع انها عشرت مثلا 50 سنه ما بيثقش فيها ويكتب لها حاجه من ممتلكاته. تخيل احنا ليه مدين الثقه والبراح لبعض قوي لدرجه ان يلا اقتلني يا عم. احنا اللي بندي فرصه للسفاح انه يبقى سفاح. اصل السفاح ما بيروحش يشدها من شعرها في الشارع كده يروح قاتلها، لا. ده الشخص اللي بيعمل كده ده شخص بتبقى حاله فرديه، هو بيقتل شخص واحد مش بيقتل 20 ولا 2 3، بيقتل واحده وانتقاما منها هي نفسها مش من الناس. لكن السفاح انت اللي بتديله الفرصه انه يقتل 2 و3 و5 و10. ليه بقى؟ عشان انت اللي بتمهد له الطريق، انت بتروح لحد بيته، انت بتجيبه بيتك، انت احنا السبب في ان احنا نعمل سفاح. يعني رايه وسكينه قتلوا مثلا مش عارفه كام ست، 17 ولا 11 ولا ايا كان. الستات دي هم اللي ادوا لهم الفرصه، هم اللي راحوا لهم البيت، ايا كان السبب كانوا بيروحوا لهم ليه، بس مش هم اللي ادوا لهم الفرصه؟ اللي ما راحتش البيت ما اتقتلتش. فالسفاح ما بيقتلش الا اذا انت اديت له فرصه وساعدته، انت اللي بتساعده. يعني اي واحده راحت واتقتلت في اي مكان من في سفاحين هي اللي اديت له الفرصه. اي سفاح عشان يقتل المقتول ساعده انه يروح له البيت، انه يثق فيه، انه يامن له، ساعده. للاسف احنا اللي بنعمل السفاحين، احنا اللي بنساعدهم بثقتنا الغريبه اللي ملهاش مبرر. والله العظيم الثقه الغريبه دي اللي ملهاش مبرر، انا ما اعرفش الناس جايباها منين الناس بقت تثق في بعض قوي كده، ما اعرفش. خلي بالكم من بناتكم وخلي بالكم من ولادكم كمان. وفي حاجه بس عايزه اقولها، ان الشخص ده اللي انا كنت بتكلم عنه ده اللي هو سفاح التجمع ده سافر امريكا فتره، انا قلت كده. مش عارفه ليه عندي احساس ان السفر بره ليه علاقه بتكوين شخصيه السفاح في الشخص ده. مش عارفه، حاسه ان ثقافه البلاد
اللي مش زينا، بتساعد على تكوين شخص حد، شخص ناشف. ما اعرفش، انا بحس كده، والله اعلى واعلم. في ناس كتير يقولوا ما في ناس ما سافرتش وهي هم برضو سفاحين، برضو وجهة نظر، بس انا مش عارفه، عندي احساس ان السفر ليه علاقه بالموضوع، والله اعلى واعلم يعني. خلي بالكم من بناتكم ومن ولادكم، ويا ريت نبقى عيننا عليهم، نبقى عارفين رايحين فين وجايين منين، واذا هم يعني بقى من قله خبرتهم بقى عندهم ثقه شويه في اللي حواليهم، احنا اللي ننبه واحنا اللي نحاول. لا، ما فيش حاجه اسمها ثقه، مفيش حاجه اسمها نطمن من بعيد لبعيد. من وانا شايفاك انا مطمنه لك طول ما انت بعيد عني، لكن هنقعد في مكان لوحدنا هنبقى قريبين، لا لا، كده ما تطمنيش خالص. ربنا يحفظ لنا بناتنا ويهديهم يا رب، اللهم امين. ربنا يثبتنا على ديننا ويحفظهم بناتنا من كل شر، من كل شر، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على ديننا، اللهم احسن ختامنا جميعا، اللهم انصر اخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم امين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.